بسم الله. يسعد لي اوقاتكم اصدقائي من وين عم تابعوني وباي وقت تابعوني، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. فيديو اليوم قرنبيط او زهرة بطريقة سهلة وبسيطة وبخلطة كتير طيبة. خليكم معي لنهاية الفيديو. إذا أول مرة تشوفوا قناتي أنا أم رومان، مقدم وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية. ويلا بينا على المقادير. طريقة التحضير: بيلزمنا قرنبيط أو زهرة، والكمية حسب أفراد العيلة أو حسب الرغبة. بنقطع قطع صغيرة أو حجم وسط، هاي شغلة بيرجع لإلك. ومثل ما خبرتكم فيكم تستعملوا راس واحد، راسين، يعني الكمية اختيارية. راح ننظفها ونقطعها، وهلا نشوف الخطوة اللي بعدها. بعد ما قطعنا الراسين او كل الكمية، هلا راح نسلقها. طبعا السلق اللي تقليدي اللي كنا بنسلق فيها القرنبيط او سهرة. طبعا بيلزمنا ماء مغلي، نضيف عليها ملعقة من الملح، وفيكم ضيفوا كمان ملعقة من الكمون على الماء المغلي. بعد ما غلي معنا المي بنضيف القرنبيط ونتركه بس تبلش تغلي. بنعيره دقيقتين لأربع دقائق مش أكتر. بدنا نص السلقة، ما بدنا تسلق للأخير حتى ما تهرس معنا بالقلي. يعني نص الاستواء بكفي. نخلي القرنبيط نص الاستواء، مو استواء الكامل. فورا نصفيه ونضيف عليه مي باردة أو نغسله بالمي باردة حتى نوقف عملية السلق القرنبيط. وهيك جهزنا القرنبيط للسلق، وراح نحضر مع بعض خلطة القرنبيط. بيلزمنا 3 حبات من البيض، ورشة الملح، ورشة بسيطة أو ملعقة صغيرة من بيكنج بودر، وكمان ملعقة صغيرة من فلفل أسود، وبودرة البصل، وكمون ملعقة صغيرة، وبهارات المشكلة والبهارات اللي بضيفيها فيكي تستعمليها، وكمان رشة بسيطة من الزعتر البري، وملعقة من الخل، ومنخلط المكونات. طبعا أنا ضفت 3 حبات البيض حسب الكمية. فيكي تضيفي أكتر حسب كمية القرنبيط اللي عندك، وفيكي تستغني عن البيض. هلا بخبركم. وإذا وصلتوا معي لهون بتمنى لا تنسوني لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات. بعد ما خلطنا المكونات راح نضيف ربع كوب من النشا، وملعقة صغيرة من أو عفوا ملعقة من الثوم المهروس، وملعقتين من البقدونس، ونصف كوب من الطحين متعدد استعمالات. وراح نخلط المكونات وراح نضيف المي بالتدريج. أنا استعملت كوب إلا ربع من المي. طبعا ما بدنا نستعمل كل المي، راح نحطها بالتدريج حتى نحصل على قوام المطلوب. طبعا خبرتكم انه فيكم تستغنوا عن البيض. اذا استغنيتوا عن البيض بهالحالة راح تضيفوا الطحين وباقي مكونات اكتر والمي اكتر، لانه نحن استغنينا عن البيض. يعني بيعطيكم نتيجة كمان طيبة اللي معهم حساسية البيض. راح نخلط المكونات ونضيف المي بالتدريج. أنا استعملت كوب إلا ربع من المي، والمي عادية لا فاترة ولا ساخنة. المي الحنفية أنا استعملتها مثل ما أنتم شايفين، ده ربع من الكوب. وهذا القوام المطلوب للخليط. سهلة وبسيطة وما بياخد وقت منكم نهائيا. وهلا رح نجهز مع بعض خليط الجافة. بيلزمنا كوب من الطحين، وربع كوب من النشا، ملعقة صغيرة أو رشة بسيطة من الملح، ونص ملعقة صغيرة من بيكنج بودر، وكمان بيكنج بودر الصوديوم رشة بسيطة. رح نخلط المكونات جاهزة كلها مع بعض. هيك صار عنا خليطين جاهز، خليط سائل وخليط مكونات الجافة. رح نغمس أول شي القرنبيط بالخليط البيض، وبعدين بالطحين، ورح نحطها على ورق الزبدة أو صينية حتى نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وفيكي تقلية فورا، بس أنا حبيت يعني أفرجيكم كل الكمية كيف ساويتها. هلا رح نساوي قطعتين أو 3 قطع مع بعض، وبعدها رح نبلش فورا بالقلي. مثل ما خبرتكم فيكم تستغنوا عن البيض. والبهارات اللي بتحبوها فيكم ضيفوها، مثل فلفل أسود أنا ضفت، فيكم ضيفوا فلفل أحمر أو محمرة أو دبس البندورة اللي بتحبوه. بنغمس أول شي بالبيض، وبعدين بالطحين اللي حضرناها مع بعض. وهيك نكمل كل الكمية بنفس الطريقة.
طريقة سهلة وبسيطة. ومثل ما عودتكم أكيد راح أكتب المكونات بالصندوق الوصف تحت الفيديو. قبل هالمرة عملت كمان قرنبيط بالمقلاية الهوائية، وكمان طريقة تانية ما بيشرب الزيت، أكيد راح يبين معكم على الشاشة أو تحت الفيديو بالصندوق الوصف تحت المكونات. جهزنا كل الكمية وهلا راح نبلش نقليها. أهم شيء الزيت يكون حامي والنار يكون وسط. انتبهوا النار ما يكون العالي، إذا كان العالي راح تتحمر فورا وجواتها راح تضل غير مستوية. مشان هيك ننتبه على هاي، انه زيت يكون حامي بس نار على الوسط. بس تتحمر من الجهة راح نقلبها على الجهة الثانية حتى ناخد اللون الذهبي او اللون اللي نحن بدنا اياها. مثل ما خبرتكم وانتم شايفين كتير سهلة وبسيطة، وبصراحة طعمتها كتير طيبة. واللي بيقولوا ريحة الزيت بالبيت، فيكم ضيفوا قشر الليمون على الزيت، هيك ما بيطلع ريحة نهائيا. او رشة بسيطة كتير بسيطة، انتبهوا يعني مو ملعقة صغيرة، كمان اقل من ملعقة صغيرة من الفانيليا على الزيت، هيك بيصير ريحة البيت فانيليا او الليمون، وما رح تنتبهوا على ريحة القرنبيط. مرة تانية إذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات. ورح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وهيك صار عنا القرنبيط جاهز. اللون اللي نحن بدنا إياه ما شاء الله لونه بتجنن بصراحة، وريحتها كتير طيبة. وين العشاق القرنبيط اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهاي الخلطة أو أي خلطة انتم بتستعملوها. بصراحة نحن بنعشق القرنبيط شو ما كانت الطريقة، يعني مقلي مسلوق كيف ما كانت قرنبيط طيبة. وهلا بعد ما قليناها راح نحطها على ورق بالمطبخ أو بالصينية. وهيك مثل ما خبرتكم نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وممكن تكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد تابعوني، واكتبوني شو اكتبوا بالتعليقات، عفوا اكتبوا بالتعليقات أي طبخة بتحبون نسوى مع بعض. راح نطالع كل الكمية وراح نقلي وجبة تانية، بس أكيد ما راح صور وجبة تانية مشان ما يطول الفيديو أكتر من هيك. وهلا راح مع بعض نجهز الصوص كتير طيب. هذا الصوص بصراحة بحبه جنب البرغل والرز والبطاطا وكتير طبخات. بيلزمنا اللبن والكمية حسب الرغبة، 4 ملاعق من اللبن، ملعقتين من الطحين، ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ورشة بسيطة من الملح، وعصير الليمونة، طبعا عصير نص الليمونة، وملعقتين من البقدونس. وهلا راح نحرك المكونات او نخلط المكونات كلها مع بعض، وراح نضيف المي بالتدريج حتى نحصل على القوام اللي نحن بدنا اياها. هاي خلطة بصراحة كتير طيبة جنب الرز، جنب البرغل، وجنب القرنبيط، يعني خلطة بستعملها أنا تقريبا بشكل يومي. وما ننسى شبت أو دبل بيقولوا عليها، حسب شو بتقولوا عليها. وإذا متوفر فيكم تضيفوا عليها، وإذا مو متوفر كمان فيكم تستغنوا عنه، وفيكم تضيفوا كمان رشة بسيطة من الفلفل الأسود، كمان بيعطي طعمة كتير طيبة. هيك صار عندي الصوص جاهز للقرنبيط، والقرنبيط جاهز. رح ندوقها مع بعض ونشوف طعمتها كيف صارت. بسم الله. وهيك طبختنا صارت جاهزة. فيكن تقدموا جنبها خضروات اللي بتحبوها أو أي صوص بتحبوها. وصلنا لنهاية الفيديو، بشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي.